how to do this makeup. Let's go. اوكي، اول حاجة هجيب من اي باليت كونتور غامق كده بالشكل ده وابتدي احطه هنا كده في جفن العين. مش هاملة عيني كلها بيه، بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ اسحب بقى منه كده زي الوينج ايلاينر بالشكل ده واخليه مسحوب. بعد كده خدت من باليت بريتي وومن، عملت ميكس بين الدرجات دي، حسيت اني مش بستخدمها كتير فحبيت استغلها. خدت من ده ومن الغامق وخدت من ده كمان وبدأت احط هنا كده بحيث يبقى انا عملت بيز قوي الاول للالوان دي عشان تبقى اللون بتاعها واضح زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين انا مش بعمل مسح او كده، انا بعمل تابنج خفيف خالص بالشكل ده كده. على نفس الاطار اللي انا بدأت فيه من الاول خالص في الالوان، ونفس الرسمة اللي انا عملت بيها الكونتور مش هخرج براها. بعد كده هجيب بروش بالشكل ده وحطيت فيها اللون برضو، عملت الميكس هو عشان ابدأ اظبط الوينج ده كويس مخرجش براه واثبت اللون الكريمي اللي هو تحت اللي انا بدأته. بعد كده هجيب بروش بلاند بالشكل ده تكون صغيرة جدا وهبدأ ادمج الاطراف حاجة بسيطة مع بعض كده اهو بالشكل ده. بصوا يعني بخفية ايد، مش عايزة اوصفها لكم، ايدي خفيفة جدا. انا هدمج حاجة بسيطة، انا مش عايزة ادمج افرش اللون كله فوق، لا انا عايزة حاجة بسيطة جدا بالشكل ده كده زي ما شفتوا. نيجي بقى هنا عند النهاية، بصوا بشد الجفن كده وبعد كده بدمج بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده هجيب الجليتر المفضل بتاعي من دارس، هو زي ما انتوا شايفين كده سيلفر، فهبدأ اخد منه حاجة بسيطة. بصوا انا بعمل كده وبنفخ كمان، انا مش عايزة اكدس اللون. شايفين الطلعات دي عادي جدا، انا عايزاه كده فعلا. مش عايزة الجليتر او اللمعة تبقى متركزة، انا عايزاها منتشرة كده وتبقى ايه، خفيفة خالص. شوف شكلها في الاخر، بصوا. وبعدها هجيب هلزق نص رمش عشان ابين جمال الرسمة وتبان في عيني عشان تبان مسحوبة اكتر، فهخليه نص رمش بس هلزقه. وبعد كده هقوم جايبة الرمش كده بالشكل ده وهبدأ ألزق اهو. بعد كده هجيب مسكرة اي لاف اكستريم من ايسنس الزرقاء وهبدأ امسكر الرموش بالشكل ده عشان ندخل الرموش الطبيعية في اللاش الفيك لاش دي. وبعد كده برضو نطفي على اي حاجة باودر او كريمي جات على الرموش، فايه بالشكل ده. بعد كده هجيب كحل اخضر، منين بالظبط؟ ياه، هو عندي من زمان قوي لدرجة ان نسيت هو اصلا منين. يعني خلاص ما بقاش فيه حتى كتاب. المهم اي كحل اخضر عندكم، وهكحل بره وجوه عيني الاتنين.
بالشكل ده. وهجيب ليكويد جليتر واحط حاجة بسيطة في مدمع العين كده بحيث تنور يعني معايا الدنيا. بعد كده هثبت الكحل اللي تحت باي شادو بني غامق على ميكس من الاخضر او من درجة من درجات الاخضر اللي احنا اخدناها بالشكل ده كده عشان ما يسيحش الكحل. لو متأكدين اكتر من ثباته فيبقى احط عليه اي شادو. ماسكارا سفلية مهمة جدا وبتفرق في شكل اللوك ميك اب وبتفرق في شكل العين برضو، فلا غنى عنها برضو. جماعة بالرغم ان انا هخلص اللوك ميك اب ده واروح اغسل وشي على طول، بس يعني الضمير يا جماعة، ضمير المهني ما يسمحليش. بعد كده هرسم حواجبي ومشطها بسرعة بسوق شي جلام. انا ما بحبش اعمل فيه حاجات كتير يعني، فاللي هو حواجب امراض. هجيب مصحح سارة روز واخد منها اللون الغامق واعمل هير باي هير خفيفة جدا بس على الفراغات البسيطة الموجودة في حواجبي كده بالشكل ده اهو. حاجة يعني تكاد لا تذكر اصلا. نيجي بقى لأهم ترك في العين كلها وهي اللي هتظبط شكل الميك اب وهتبين الميك اب بتاعك بروفيشنال ولا عادي. هستخدم من اماندا الكومباكت باودر بتاعتها وهبدأ انور تحت العين بالشكل ده، وشوفوا لي هتفرق ازاي في تحديد العين. بصوا نورت اكتر ازاي. حددنا الشيب بالظبط. بعد كده هحط بلاشر بقى واظبط الميكس بتاع البلاشر والباودر مع بعض عشان ما احسش ان في تقسيمه كده في النص بالشكل ده. بعد كده هايلايتر، ودي فقرتي المفضله اخيرا. حاجه بقى ايه يعني، مش عايزه اكتر، تصدقوا مش عايزه اكتر المره دي. حبيت اني ازود الروز بس يعني حسيت ان الدرجه لاقت على اللوك ميك اب اللي انا عملته في العين. وبس كده اكون خلصت اللوك ميك اب توتوريال. لو عجبكم الفيديو وعجبكم طريقه الفيديو دي قولوا لي تحت في الكومنتس، قولوا لي حابين اعمل لكم الوان ايه في الفيديوهات الجايه ورسومات ايه. وبس كده باي. And this is my final look.